خد رابع عالم في اعجاز يعني اعجاز طبعا ما كانش اي حد في الدنيا متخيله ان منتخب عربي وافريقي يصعد سيمي فاينل، وحتى لو افريقي الناس كانت بتقول السنغال مثلا، لكن ان المغرب يعمل ده دي كانت معجزه. فالطبيعي في الوضع ده وراجل مدرب وطني واول تجربه دوليه ليه، يا جماعه خلاص هي القايمه ال 23 ولا ال 26 اللي شاركوا في كاس العالم اللي صعدوني مربع ذهبي هم هجيبهم كده يعني بمجموع واحطهم في القائمه ده. يا جماعه المغرب رايحه تقابل مين وديه؟ رايحه تقابل منتخب البرازيل. فمنطقي اي مدير فني يجيب نفس اللعيبه ونفس النجوم اللي كسبوه في كاس العالم واللي صعدوه مربع ذهبي، وخلاص الثقه والهارموني والماتشنج وكله حافظ وكل والحاله والدعم الجماهيري كل حاجه موجوده بنفس المجموعه. ده المنطق. لا، في مدير فني بيفكر المستقبل. كابتن سيد كان بيتكلم عن بلان للمستقبل واعمار للمستقبل. وليد الرجراجي ما استسهلش وجاب نفس المجموعه ويلا نلاعب البرازيل، وطبعا عندهم كمان مباراه مع بيرو بعد مباراه البرازيل الوديه. البرازيل طبعا مباراه البرازيل هتكون في طنجه يوم 25 مارس، والمنتخب المغربي ضم عدد كبير جدا من اللاعبين الجدد من القايمه الجديده، حوالي من 10 ل 12 لعيب في رينج 22 و23 و21 و18 و19 سنه. يعني اعتقد معانا بعض صور للعيبه اللي منضمه لقائمه منتخب المغرب. خلينا مثلا ناخد اول لاعب، ده عمران لوزة، ده 23 سنه. انس الزروري ده 22 سنه. كل ده في القائمه الجديده. شادي رياض في برشلونه بي في رديف برشلونه 19 سنه، قائمه منتخب المغرب الاول. بنيامين بوشواري 21 سنه. ايوب عمراوي 18 سنه. ياسين كشته 21 سنه. اشرف داري 23 سنه. اشرف داري طبعا فاكرينه كان في الوداد واحترف. ابراهيم صلاح بتاعهم مش بتاعنا 21 سنه. عبد الصمد الزلزولي عارفينه طبعا، كان لاعب لبرشلونه 21 سنه. بلال الخنوس 18 سنه. شوفوا كام لعيب 18 سنه عديناهم، حوالي 3 لعيبه وحوالي 2 أو 3 لعيبه 21 سنه. عز الدين قناحي طبعا كلنا عارفينه، واحد من نجوم كاس العالم اللي فات 22 سنه. زكريا بوخلال برضو كان موجود في كاس العالم 23 سنه. 6 لعيبه جدد في قائمه منتخب المغرب، وحوالي 10 أو 12 لاعب أعمارهم تحت 23 سنة. هكذا يخطط منتخب المغرب، وهكذا يتعامل وليد الرجراجي مع منتخبه اللي واخد رابع عالم. ناس بتخطط للمستقبل يا كابتن عيد، وناس عندها الشجاعة. ده رايحين يلعبوا البرازيل مش رايحين يلعبوا دكتور ناميبيا. ادي لك واحده بس خفيفه يعني جات لي كده. يعني هو احمد مكي في الفيلم بتاع لا تراجع ولا استسلام، كابتن عيد يعني سند ايده كده وهيسمعنا. قال لك ايه يعني الحته اللي هي كان بيقلد الموقف بتاع ميدو وعمرو زكي. انا صح. فانا لازم اقول لك انا صح. والله ما ده بيبني الكاس العالم الجاي. هو مش في دماغه ان هو بيعمل حتى الكاس الامم، لا هو راجل عنده في كاس العالم الجاي. اسهل حاجه يا كابتن الطبيعي ان انا ابني بقى اجيب المجموعه اللي كسبتني ويلا بنلعب. وما قالش بقى ايه، لا دول صعب يدخلوا منتخب، صعب يجي دلوقتي ان انا عندي ماتشات مهمه قدام البرازيل، فانا الطبيعي ان انا مش هجيب حد اول مره يجي منتخب المغرب. انت هنا ممكن تلعب ملاوي فهتلاقي الاسماء هي عشان ما تجربش قدام ملاوي. الراجل بيزود على القايمه في البرازيل عشان كده عادي وهيفضل ناجح. ومدرب لا اجنبي ولا هو كبير في السن، وراجل شاب لسه هو عنده اول تجربه ليه. عنده رؤيه والناس بتسمع له. يعني ما حدش هيجي يقول له انت ما خدتش فلان ليه او خدت دول ليه، ده لسه بدري عليهم. لا هو هياخد اللي هو عايزه. طب قبل ما اروح لكابتن عيد عشان بقى اكمل له علشان تبقى يعني التنهيده والسنده بحق، اللعيبه اللي جت جديده لمنتخب المغرب ده نتاج بحث وتعب وناس بتلف في اوروبا وتشوف مين اللي ليه اصول مغربيه. ولو واحد في ابراهيم دياز اهو رايح يلعب بقميص المغرب، وهو المفروض ان هو طبعا اصول مغربيه بس اسباني، وكان ممكن يلعب في منتخب اسباني وغيره اسامي كتير. شادي رياض ده 19 سنه، ده في برشلونه بي، ده طبعا مدافع صاعد وبيتنبؤوا له مستقبل كبير. ابراهيم صلاح ده مولود في بلجيكا بيلعب في رين. بنيامين بوشاري ده 21 سنه بيلعب في سانت تيان ومولود في بلجيكا. تقريبا الولاد دول الشباب دول ما بيروحوش المغرب اصلا، يعني ممكن تلاقي نص قائمه المنتخب المغربي عمرهم ما راحوا المغرب قبل كده، مولودين وعايشين وبيلعبوا بره، بس ساعه الجد لا
لما بيلاقوا حد بيروح ويدور عليهم ويهتم بيهم ويتفاوض معاهم ويقول لهم تعالوا يا جماعه العبوا، مثلوا المغرب، مستقبلكم معانا، بيلاقوا ناتج. مش تبعت ايميل ولا تبعت SMS تقول للاعب اللي بره المصري تعالى على حسابك وهنشوفك يا تنفع يا ما تنفعش، فيروح عامل لك بلوك من على الواتساب. يعني ابراهيم صلاح وشادي رياض، عبد الكبير العبقار ده ديبورتيفو الفيس ده اسم جديد داخل، ايوب عمراوي ده بيلعب في نيس ده برضو اول مره يدخل القايمه، طبعا ياسين كشطه قلنا في لو هافر اول مره برضو يدخل، بنيامين بوشواري في سانت تيان اول مره برضو ينضم للقايمه، والقايمه طبعا مليانه بالنجوم، لكن المجموعه دي كلها او مجموعه كبيره منها مجموعه جديده، وزي ما انت شفت الاعمار عامله ازاي يا كابتن. هي اولا رؤيه من الاتحاد المغربي في البدايه اللي هو يجيب مدرب شاب، مدرب واعد، هو عنده اسامي كبيره، عنده فوق ال 350 محترف وعمال يزود فيهم. يعني انت اللي بيروح يبحث عنهم دلوقتي، يعني انت من ساعه كاس العالم لحد دلوقتي ممكن هم كانوا 350، ممكن تلاقيهم 370 380 بالبحث اللي هم بيعملوه، ويزودوا اللعيبه المحترفه واللعيبه اللي بتطلع من الدوري من عندهم. ده اولا رؤيه، مع وجود مدير فني برضه عنده رؤيه ونجح، عشان الناس بتسانده، كل الناس بتسانده هناك في البلد، وهو شايف المستقبل ايه، هو عارف المستقبل ايه، وشايف ان الفروقات بالنسبه له اللعيبه المحترفين اللي بيدور عليهم فروقات يعني مش بعيده قوي عن اللي بيلعبوا ليفل ايه دوت، هو اللي هيبقى المستقبل وهيبقى بيتحضر. انت بتشوف بتقول الاعمار كلها، انت بتتكلم على واحد زي اشرف داري ده كان بيلعب مع الوداد في النسخه اللي هم كسبوا فيها الاهلي مثلا، اللي كسبوا فيها فطلعوه هو عنده كام سنه، 21 سنه او 20 سنه، طلع خلاص خد دوري ابطال اوروبا. هنا انت مثلا الاهلي ولا الزمالك ولا اي فرقه هياخد دوري ابطال افريقيا، عايز يحافظ على القوام اللي عنده عشان النادي، عشان المهم اللي يبقى اللعيب موجود. ما بنفكرش في الاحتراف، دي اولا دي مقفوله بالنسبه لنا، صعب جدا النادي هنا. احنا زي ما احنا عارفين ما حدش بيكسب من الكوره، يعني الانديه ما حدش بيكسب من الكوره، فكمان دي مؤثره على منتخب مصر، ان انت ما بتطلعش اللعيبه وهي صغيره. اللعيبه اللي عنده 18 سنه و17 سنه او عايش في اوروبا، بيلعب في اوروبا وبيطلع، اكيد هو مولود هناك وعايش هناك فبيلعب من صغره، فخلاص ده الموضوع مقفول. لكن في الدوري مثلا المغربي في لعيبه كتير جدا بتطلع، ان هو والاكاديميه اللي معموله، الاكاديميه محمد السادس، اكاديميه محمد السادس دي بتطلع في السنه كام، او اللي بيطلعوا في اوروبا بيستفادوا كام لعيب، وكل سنه بيزيدوا كام واحد. فديت نقطه احنا بعيد جدا عنها، وشاف تخطيط ممتاز طبعا من منتخب المغرب، مش من دلوقتي، بقى لهم فتره كبيره بيخططوا، بقى لهم فتره كبيره. حتى لو بتطلع فرقه كل 3 4 سنين تاخد دوري ابطال افريقيا، السنه اللي بعدها بتلاقي الفرقه بتفضى، الصغيرين فيهم كلهم بيطلعوا، ما بيفرقش معاهم خلاص. حتى لو بيطلع في لعيبه فيهم بيبقوا مثلا 25 26 سنه، تلاقيهم بيروحوا احسن دوريات في الدوريات العربيه، تلاقي في السعوديه، في قطر، في الامارات، في الدوريات دي. فالناس عقلها شغال 24 ساعه، فاحنا بعيد عن الحته دي خالص الصراحه. واحنا بنفكر النهارده طبعا مع الاحترام طبعا والتقدير لعبد الله السعيد، في كلام اللي هو يبقى موجود الفتره الجايه في منتخب مصر والفتره اللي جايه. طب عبد الله هيلعب التصفيات وبعدين يعني بعد كده لما تيجي تروح البطوله لما تعتمد تبقى عليه موجود في البطوله، ولا الناس الكبيره اللي في السن اللي بتروح المنتخب هيعملوا ايه؟ خصوصا ان هتاخدهم في الجهاز مثلا؟ الهدف واضح، يعني انت هتكمل بيهم في الجهاز؟ اكيد لا. فانت لازم تشوف الناس الصغيره واللعيبه الصغيره، ولازم يبقى عندك بلان بالاتفاق مع مدرب المنتخب الاولمبي على الاقل، اللي انت برضه تبقى حاطط عينك على بعض اللعيبه. وللاسف ان اللعيبه بتاعت المنتخب الاولمبي 3/4 ما فيش الا 5 6 اللي بيلعبوا في الدوري المصري اصلا، وبتتكلم في 23 سنه. انت بتتكلم على واحد 18 سنه وبيروح منتخب المغرب الاول اللي هو رابع العالم. فاحنا بعيد جدا عن الحته دي. طب انا عايز يعني اسالك سؤال، وهروح برضو الكابتن سيد بنفس السؤال وترد بصراحه. هو يعني مشروع المغرب الحالي او الحاله اللي فيها منتخب المغرب ينسب الفضل فيها طبعا بشكل كبير لاداره الكره المغربيه والاتحاد وفوزي لقجع وغيره والدعم اللي هناك، لكن وليد الركراكي كان اهم اسباب النقله اللي عليها منتخب المغرب، الثقه اللي كانوا عليها في كاس العالم والدور اللي كان عليه، وبرضه اللي بيحصل دلوقتي ده هو وليد الركراكي، هو صاحب القرار وهو صاحب الرؤيه. احنا هنا في مصر المشكله ان احنا ما عندناش مدرب بنفس قدرات او بنفس شخصيه او بنفس امكانيات وليد الركراكي اللي هو مغربي، ولا احنا ما بنديش الثقه للمدرب المصري زي ما الاتحاد المغربي ادى الثقه لوليد الركراكي. يعني احنا في اخر 3 4 سنين في منتخب مصر كان عندنا اسمين محليين، كابتن حسام البدري وكابتن ايهاب جلال.
والاثنين تجربتهم كانت قصيره جدا وما خدتش وقتها وسابوا المنتخب. احنا المشكله في ايه؟ في المدرب المصري ولا في الدعم للمدرب المصري؟ بس بصراحه لا في الدعم طبعا، في الدعم بشكل كبير للمدرب المصري. انت اصلا ممكن يعني وريد الرجراجي موجود عامل حاله، لم بعض الناس، هو لم اللعيبه ولم النجوم الكبار حواليه. دي عملت حاله في كاس العالم اكيد مليون في الميه. انت عندك نجوم كبار هنا في مصر وممكن يقدروا يشتغلوا، وفي ناس تقدر تشتغل وتاخد الثقه لو انت بتحضر اصلا. لكن انت ما بتحضرش، انت ما بتحضرش من بدري. انت بتتكلم، احنا بنتكلم على، لسه بتكلم انا وسيد قبل على الرخص والرخصه والحاله اللي دايره في مصر. الرخصه بقى لنا 6-7 سنين مقفوله الرخصه. 17 تقريبا مقفوله الرخص، فما فيش مدربين جداد بيطلعوا، ما فيش حد على الساحه بشكل كبير. في نفس الوقت انت اصلا المدرب المصري بتبقى حاطه في وش الجمهور، في وش المدفع على طول، مسلمه للناس، انت مش حاميه اصلا. هي دي مشكله كبيره بالنسبه لنا، ان انت ما بتحميش المدرب المصري زي ما المدرب الاجنبي. المدرب الاجنبي ممكن يجي ياخد حقه منك تالت ومتلت. انت النهارده جبت كابتن ايهاب جلال في ايه ومشيته في ايه؟ انت جبته في ايه ومشيته في ايه؟ هل هو لحق يشتغل؟ ما لحقش يشتغل، حتى لو تجربته او حتى لو الاختيار بتاعك غلط. ما دام اخترت خلاص كمل بقى. الثقه وادعم. ايوه كمل خلاص، انت اللي مختار مش احنا اللي مختارين. وراحوا مسلمين الراجل في وش حاطين الراجل في وش المدفع. نفس الكلام كابتن حسام البدري قبليها، انت غيرت في ايه؟ ما هو الراجل كان مكمل وبتتكلم على الاداء، ما هو ما فيش خساره، ما فيش حاجه يعني. هو الراجل ما خسرش وكان مكمل في التصفيات.